السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ميني كيش صحيين بدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو بدون دقيق ابيض. وصفه اللي هي ناجحه والاهم انها صحيه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وبلا ما نطول عليكم خليكم مع تفاصيل الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله مباشره في الطريقه وذكر المكونات. عندي هنايا 600 غرام من دقيق القمح الكامل، 350 غرام ديال الزبده حيوانيه، جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى، 5 ديال القطع ديال الجبن المثلث، عندي واحد المعلقه ديال السكر الاسمر، شويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه، وعندي نص كاس ديال الماء يكون بارد. صافي هادو هما المكونات اللي عندي. ندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي ناخذ الدقيق ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، ما حيدت لا نخاله رقيقه لا غليظه. غنضيف ليه النواشف اللي هو السكر الاسمر، الملحه، شويه ديال السودانيه. ممكن انكم تضيفوا ثوم بودره، بصل بودره، العطريه ديال الحوت. بالنسبه للتنسيم كيبقى لكم الاختيار. غنضيف هنايا جوج ساشيات ديال الخميره الكيميائيه من فئه 8 غرام، يعني 16 غرام في المجموع. صافي غنخلط المكونات ديالي هكا غير بالملعقه باش ينسجموا ليا العناصر مع بعضياتهم. غادي نضيف الزبده والجبن. هنايا عندي 6 قطع ديال الجبن المثلث. هذا الجبن هذا فهو كيدير واحد الاضافه زوينه لهذا الكيش هذا. صافي غادي نحاول ندخل هذيك الزبده مزيان والجبن في الدقيق. كنحاولوا نلبسوا الدقيق مزيان بالزبده. الا كانت عندكم العجانه ممكن ديروا هذه العمليه في العجانه، تسهل عليكم حتى كيترمل لكم الدقيق كيولي بهذا الشكل هذا. صافي غادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه. الا كان خاصكم الماء ممكن تضيفوا، المهم كتبقاو تضيفوا بالتدريج حتى كتجمع لكم العجين. كتجمعوا غير بيديكم، كتكون عجينه شويه قاصحه، كتجمعوا غير بالاصابع ديالكم، ما كتعجنوها ما حتى شي حاجه. غادي نديرها في واحد البلاستيك اللي هو غذائي، فيلم اليمونتير، وندخلها للثلاجه غير نص ساعه. ممكن تخدموا بها مباشره ما كاينش مشكل. صافي غادي نطلق العجين ديالي هكا من بين هكا البابي سولفيغيزي اولا البلاستيك، كيبقى لكم الاختيار. كنبسطها هكا بالمدلك، ما ديروهاش غليظه بزاف وما ترقوهاش، يعني حاولوا ديروها شويه، ترقوهاش بزاف. غادي نقطع العجين ديالي بهذه القطعه هذه اللي غادي نوضع فيها نيت لي كيش. غنقطع بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا نتوما الحجم اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو. الا رققتوها بزاف، الا رققتوا العجين بزاف، حاولوا تقطعوا بقطعه اكبر من هذه. خذوا شي قطعه تكون كبر من المول باش تجيكم هي هذيك في المولات ديالكم. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل. كيف ما كتشوفوا فالعجينه فهي ناجحه، واخا غير انها بالدقيق الكامل النخاله ديالو ما كاينش فيها الدقيق الابيض نهائيا. صافي غادي نبدا هكا نوزع العجين ديالي في المولات بهذا الشكل هذا. حاولوا تطلعوا العجين شويه من الجوانب باش يجيكم شويه طالعين، ونلقاو هكا فين نديروا الحشوه. صافي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نستمر بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا انا خليت العجين ديالي شويه غليظه. الا رققتوها كيف ما سبق لي ذكرت، حاولوا تقطعوا بقطاعه كبر من هاد لي مول هادو. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكونتيتي كلها اللي عندي. وغادي ناخذ واحد لاطه ديال الفرن، غنوضع فيها هاد لي مول ديالي. ممكن تقطعوهم بالفرشيطه الا بغيتو، كيبقى لكم الاختيار تقطعوهم مزيان بالفرشيط. ولكن انا غادي ندير واحد الطريقه. كناخذ واحد الطريف ديال بابي كويسون وغادي نوضع فوقه هكا اللوبيا باش ما يطلعش ليا العجين. كيف ما ممكن انكم ما ديروش هذاك البابي كويسون، انا غير ما بغيتش تلصق ليا اللوبيا في العجين. صافي كنديرها بهذا الشكل هذا. في هذه الاثناء كنكون مشعل الفرن. ضروري ديروا لي كيش ديالكم في الفرن يكون ساخن، ما ديروش وهو بارد. كنشعل عليهم غير من التحت حتى كيتحمروا شي شويه، ما كنطيبوهمش بزاف عاوتاني كيتحمروا شي شويه. صافي وكنخرجهم. كنحيد اللوبيا والبابي كويسون وكنرجعهم للفران كيتحمر ليهم هكا الوجه باش يطيب، باش ما يبقاوش لينا خضرين. صافي وكنخرجوهم، كنحمروهم غير شي شويه ماشي بزاف. صافي وكنخرجوهم من الفران
وصافي. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا. صراحه كيجيو زوينين بزاف وناجحين. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وصفه اللي هي زوينه بزاف وكيجيو لذاذين مع هذيك الجبن والسودانيه. صراحه كيجيو زوينين بزاف. ودقيق القمح الكامل. يمكن انكم تحضروا الحشوه وتستعملوهم هكا مباشره. انا غادي نحتفظ بهم في المجمد. كنضعهم هكا في بلاستيك خاص بالمجمد. كديروا الكميه اللي غتحتاجوها في مره وكتوضعوهم في المجمد. الوقت اللي احتاجيتوهم كتجبدوهم وكتوضعوا فيهم الحشوه وكتوضعوهم مباشره في الفرن يطيبوا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو. وإلا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه مرحبا بك. تابوناي في لاشين وفعلي الجرس باش توصلوا بكل جديد. وان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله غادي نحضر معكم حشوتين بهاد الميني كيش هادو. الا بغيتوا وصفات اخرى صحيه بهذا الشكل هذا خليوها لي في لي كومونتير. ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.